في كدبة كبيرة جدا كلنا اتربينا عليها، كدبة اسمها خليك أحسن منه. الجملة دي خلت ملايين الناس المحترمة تعيش وهي بتتهان كل يوم وتنام وهي مقهورة، وبدل ما تاخد حقها بتروح تدور للمؤذي على عذر علشان تبرر لنفسها ليه هي ساكتة. انت النهاردة مش جاي الحلقة دي علشان تسمع كلام عن التسامح، انت جاي علشان تعرف ليه تعاطفك مع الشخص اللي بيأذيك هو في الحقيقة خيانة لروحك، وهتعرف ليه التماس 70 عذر لواحد مش عامل لكرامتك اعتبار ده مش أدب، ده قمة الغباء النفسي. النهارده هنكسر الاصنام اللي بتقولك ايه استحمل عشان العشره وسامح عشان انت الكبير. هقولك ازاي تتحول من لقمه طريه الكل بيشكلها على مزاجه لشخص عنده انياب يعرف يستخدمها وقت اللزوم، مش عشان يأذي بس علشان ما يتأذيش. لو انت من الناس اللي بتعتذر وهي المجني عليها، او من الناس اللي بتخلق مبررات للي بيذبحها علشان بس خايفين من مواجهه، فالحلقه دي هي القلم اللي هيفوقك والدرع اللي هيحمي الفاضل من كرامتك. جهز كوبايه قهوتك واقفل الباب على نفسك، لأن النهاردة هنبطل نكون طيبين بزيادة وهنتعلم إزاي نكون حقانيين بجد. تعالى بقى نعرف ليه التسامح أحيانا بيبقى جريمة في حق نفسك. عارف إيه المرعب في حكايتك؟ إنك في اللحظة اللي بتقرر تاخد فيها حقك بدل ما بتحس بالقوة بتحس بالذنب. تخيل أنت المظلوم وأنت اللي واكل علقة، بس أنت اللي ضميرك بيأنبك. ده ليه؟ لأنك ببساطة ضحية برمجة خبيثة اتزرعت فيك من وأنت طفل. برمجة بتقولك إن الإنسان الكويس هو اللي بيسامح دايما. تعالى بقى أحط لك النقط فوق الحروف. في نوع من التسامح هو في الحقيقة خيانة عظمى لنفسك. أوقات كتير جدا أنت مش بتسامح علشان خاطر قلبك كبير، أنت بتسامح لأن المواجهة مرعبة. أنت بتبقى مرعوب من المواجهة، مرعوب من كلمة لأ، مرعوب من صورتك كشخص لطيف تتهز قدام الناس، فبتعمل أخطر جريمة ممكن ترتكبها في حق كرامتك. بتلبس خوفك بدلة أخلاق وبتسمي جبنك تسامح. انت مش بتسامح علشان خاطر قلبك كبير، انت بتسامح علشان خاطر نفسك صغيرة في عينك ومش قادر تشيل مسؤولية انك تاخد موقف. وعلشان نفهم ليه انت وصلت للمرحلة دي لازم نسأل السؤال اللي هيوجعك بجد: هو انت فعلا طيب، ولا رادارك النفسي بايظ لدرجة انك ما بقتش عارف تفرق بين الرحمة والإهانة؟ انا هقول لك الحقيقة اللي انت بتهرب منها. انت مش شايف الأذى مش لان الشخص اللي قدامك ملاك ومستخبي، انت مش شايفه لان رادارك النفسي متبرمج غلط. عقلك بيعمل حركة في منتهى الخطورة اسمها التعاطف الإسقاطي، يعني إنك بتفترض تلقائيا إن اللي قدامك جواه نفس الضمير بتاعك، فبتقيس أفعاله بمسطرة قلبك أنت مش قلبه هو. لما بيجرحك بتقول أصله مضغوط، لما بيقلل منك بتقول يمكن مش قصده. أنت هنا مش طيب، أنت هنا بتعمل تجميل لمشهد الجريمة. بس الحقيقة بقى اللي هتصدمك واللي رادارك البايظ ده مش جايبها، إن مش كل الناس بتغلط بسبب وجع أو ألم نفسي فيها. في ناس بتأذي لمجرد انها قادره تاذي، في ناس بتستمد قيمتها من كسر اللي قدامها، في ناس بتحس بوجودها وهي شايفاك بتموت علشان ترضيهم وهم بيدوسوا عليك اكتر. المصيبه ان طيبتك هنا بتتحول من ميزه لعدسه مشوهه. بدل ما تشوف الحقيقه بتشوف النسخه اللي تريح قلبك وتخليك تنام من غير ما تاخد قرار. بدل ما تقرا الواقع بتقرا النوايا، والنوايا دي بتكون انت اللي مخترعها. والواقع يا صديقي عمره ما بيتحسب بالنوايا، الواقع بيتحسب بالاثر. لو الاثر هدم وكسره بتبقى هنا النيه زينه مش اكتر. اخطر حاجه ممكن تواجهها مش انك تقابل شخص مؤذي، على فكره اخطر حاجه ممكن تواجهها انك تقابل شخص مؤذي وانت مصمم تشوفه طيب. وعلشان كده لازم نجاوب على السؤال اللي بيحدد مصير كرامتك في اي علاقه: الشخص اللي قدامك ده هل فعلا هو ضحيه جروحه ولا هو مختارك يفرغ سمومه فيك؟ ودي اخطر منطقه في الحلقه، المنطقه اللي بتفصل بين انك تفهم الواقع او تفضل عايش في وهم مريح. والوهم ده هو الجمله اللي بنسمعها في كل مسلسل عربي فاشل: اصل هو غلبان واتأذى في حياته فعشان كده بيأذي. الجمله دي شكلها انساني بس في الحقيقه هي سم قاتل، لو شربته هيخليك تقبل الاهانه وانت مبتسم. في ناس بتوجع غيرها وهي موجوعه، بس في حقيقه بشعه انت بتهرب منها. مش كل ضحيه بيبقى جاني، في فرق كبير بين حد مجروح وبين حد مستمتع انه يجرح. المجروح الحقيقي لما بيغلط بيتكسف، انما المؤذي لما بيغلط بيبرر. المجروح ممكن يعتذر يحاول يرمم اللي اتكسر ده، انما المؤذي بيقنعك ان رد فعلك على اذاه هو اللي اذاك. وعلشان كده احفظ القاعده الذهبيه دي: الغلطه بتساوي حادثه، لكن التكرار منهج وشخصيه. مره ممكن نعديها ونقول ضعف، مرتين ده انذار بيقول لك خد بالك وفوق، 3 مرات ده كده اختيار مع سبق الاصرار والترصد. السلوك المتكرر عمره ما كان ظرف، السلوك المتكرر ده بيكون قرار. اللي بيأذيك مرة ممكن يكون غلط في الحسابات، لكن اللي بيأذيك كل مرة ده شخص اختارك انت تكون كيس الرمل اللي بيفرغ فيه عقده وسواده، وهو متأكد انك هتفتح له بابك وتطبطب عليه باسم الإنسانية. انا مش بكلمك عن شخص موجوع، انا بكلمك عن عقلية شخص بتتغذى على السيطرة.
وعلشان نفهم ازاي الشخص ده بيقدر يسيطر عليك ويسحب منك روحك بالبطيء، لازم نكشف المخدر اللي بيحقنك بيه كل يوم. خليني اسالك سؤال وجعه محتاج صدق حقيقي، انت ليه بتدافع عن اللي بيأذيك؟ ليه كل مره بيكسرك بتلاقي نفسك انت اللي بتشرح للناس ظروفه، انت اللي بتمسك المايك وتبرر تصرفاته، انت اللي بتدافع عنه بحرقه كانك محامي الدفاع بتاعه؟ الحقيقه بقى اللي انت مش عايز تسمعها ان الموضوع ملوش اي علاقه بالطيبه، الموضوع ان عقلك بيحاول يحميك من صدمه الحقيقه، حقيقه ان الشخص ده مؤذي، وانك لو اعترفت بده هتضطر تاخد قرار، والقرار ده ليه تمن، ممكن يكون ليه وجع، وحده، خوف من بكره. فعقلك بيعمل حركه ذكيه بس قذره، بيخلق اعذار، والاعذار دي يا صديقي مش دفاع عنه، الاعذار دي بتكون مخدر ليك انت، مخدر بيسكن وجع كرامتك علشان تفضل مكمل في العلاقه المسمومه دي بدل ما تواجه الم الخروج منها. انت عامل زي اللي بياخد مسكن لمرض خطير، الوجع بيروح للحظه بس المرض بياكل في جسمه، يعني كل مره بتبرر له فيها انت مش بتحميه، انت بتنيم نفسك. واخطر حاجه في المخدر ده انها بتخليك مش حاسس بالوجع لحد ما تصحى في يوم تلاقي نفسك انتهيت. التبرير المستمر مش رقي اخلاقي، ده مشاركه بشكل غير مباشر في جريمه اذتك نفسيا، انت اللي بتمضي على وصل اهانتك بطلقه العذر اللي بتديها له. بس السؤال اللي جاي بقى وجعه اكبر شويه، امتى التعاطف نفسه اللي هي الصفه اللي انت فخور بيها بتتحول من فطره جميله لمرض بيدمر كل خليه في صحتك النفسيه؟ بس قبل ما نروح للفقره دي، وقبل ما تطبق كلامي على كل اللي حواليك وتقفل باب التعاطف مع كل الناس، لازم تمسك الميزان، لان الوعي الحقيقي مش انك تبقى قاسي، الوعي انك تعرف تفرق بين شخص غلط فيك وبين شخص بيمارس عليك منهج اذى. الميزان ببساطه في كلمتين، لو الوجع اللي انت حاسس بيه سببه ان الشخص اللي قدامك داس على جرح قديم عندك من غير ما يقصد، فده وقت الوعي والاحتواء، وده اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقه التريجر او المنبهات العاطفيه. لكن لو الوجع سببه ان الشخص اللي قدامك بيتعمد يقلل منك او بيكرر نفس الغلط رغم انه عارف انه بيكسرك، او يستخدم طيبتك علشان يسيطر عليك، هنا التعاطف بيكون خيانه لنفسك. الفرق الجوهري في الحلقه الاولى انت محتاج تعالج جروحك، في الحلقه الثانيه انت محتاج تبني حدودك. انا النهارده مش بكلمك عن الناس اللي خبطت فيك بالصدفه، انا بكلمك عن اللي رسموا خطه علشان يوجعوك وانت لسه بتدور لهم على مبرر. تعالى بقى نبص في المرايه شويه، امتى التعاطف اللي انت فخور بيه ده يبدا يشتغل ضدك؟ لما بتتحول لشخص دايب في اللي قدامك، لما يكون كل رادارك متوجه لبره ومطفي تماما من جوه، انت بقيت مبرمج انك تفهم وجعه هو اكتر ما بتحس بوجعك انت، بقيت بتعتذر وانت اللي واكل علقه، وبتخاف تزعل المؤذي اكتر ما بتخاف تخسر نفسك وتدمر كرامتك. والكارثه الكبرى بقى الوهم بتاع انا اللي هغيره بحنيتي. تعالى بقى اهدم لك الصنم ده مش حب ولا صبر ولا تضحيه، ده غرور نفسي لابس قناع طيبه. انت مش بتحاول تساعده، انت بتحاول تثبت لنفسك انك سوبر هيرو واقوى من الواقع، انك انت الشخص الاستثنائي اللي هيقدر يغير انسان هو نفسه مش عايز يتغير. وعلشان اجيب لك من الاخر، مفيش شخصيه سامه بتتغير ولا بيبقى شايف نفسه انه غلطان، انت بتلعب لعبه خسرانه والرهان فيها هو صحتك النفسيه. الدرس اللي لازم يتكتب لما التعاطف يبدا يمسح كرامتك، ده ما بقاش تضحيه، ده بقى مرض. انت هنا مش بتنقذ حد، انت بتهدم نفسك علشان تبني قصر لشخص بيهد فوق دماغك كل يوم. وعلشان كده في النقطة اللي جاية دي لازم نكسر أكبر شعار مسموم المجتمع حقنه في دمنا واحنا صغيرين، شعار خليك أحسن منه، علشان نعرف الفرق الحقيقي بين التسامح وبين الخضوع المذل. تعالى بقى نفتح الملف اللي بيوجع شوية، الملف اللي جواه أكبر شعار ده غسل بيه دماغك وأنت لسه في الحضانة، خليك أحسن منه. الجملة دي في الحقيقة هي مسكن عاطفي المجتمع بيديهولك في الوريد، مش علشان يرقيك ولا يخلي أخلاقك عالية، لا يا صديقي، ده علشان يسكتك، عشان ما توجعش دماغنا بالمواجهة، علشان تكتم نارك في قلبك وتفضل ساكت، وعلشان في الآخر الناس المنافقة تشاور عليك وتقول إيه، يا سلام ده شخص كويس ومحترم. بس خد بالك بقى بين الفرق اللي بيفصل بين السماء والأرض. التسامح قرار قوة، أما الخضوع رد فعل ضعف. التسامح هو انك تكون قادر تاخد حقك وقادر ترد الألم ألمين، بس انت بتختار تترفع. اما انك تتهان وتاكل في نفسك وانت مكسور ومستني حد يجي يطبطب عليك ويقول لك معلش خليك احسن منه، فده مش رقي، ده استسلام مهين. خليني اقول لك الحقيقه الجارحه، اللي بيحمي نفسه وبيقول لا في وش اللي بيتجاوز واللي بيحط حدود من حديد لكرامته، ده مش قليل ادب ولا شخص قاسي، ده شجاع. اما اللي بيسيب نفسه يتاذي ويقعد يدور على مبررات، ده اللي ظالم نفسه بجد قبل ما يكون الشخص التاني ظالم ليه. الشجاعه الحقيقيه مش انك تشيل طوب فوق كتافك وتفضل ساكت، الشجاعه هي انك تحمي نفسك قبل ما تطلب من حد انه يحميك. وعلشان كده لازم نكشف الاسلحه اللي هيستخدموها ضدك، هيستخدموها اول ما تقرر تفوق. لازم تستعد للعبه الابتزاز العاطفي اللي هتبدا اول ما يطلع لك صوت. هنتكلم عن اقذر لعبه نفسيه ممكن تتمارس ضدك، اللعبه اللي بيتقنها المتلاعبين علشان يفضلوا كاسرين عينك. الابتزاز العاطفي شكله بسيط جدا،
بس مفعوله زي السم. اول ما تبدا تحط حدود او ترفض الاهانه هتسمع الاسطوانه دي: انت اتغيرت. وده معناها انت ما بقتش لقمه طريه زي الاول. او ممكن تسمع كلمه انت ما بقتش طيب، ودي ترجمتها انا فقدت السيطره عليك. فهبتدي اهاجم اخلاقك. في الجمله الكلبش بقى: انا ماليش غيرك. الجمله دي اللي بيقفل بيها على قلبك علشان يحسسك بالذنب لو فكرت تمشي. الخباثه هنا بقى ان المتلاعب بيعمل عمليه قلب طاوله او قلب ترابيزه في وشك. بيحولك في ثانيه من ضحيه المتهم. بدل ما هو يحاول يشرح ليه اذاك، بيخليك انت تشرح انت ليه ما بقتش تستحمل الاذى. والمعادله مدمره هنا واضحه وصريحه: كل ما تعاطفت اكتر كل ما هيتمادى هو اكتر. كل مره قلبك هيلين فيها قدام دموع التماسيح هو بياخد ارض جديده في كرامتك. هو مش بيفرح بكلمتك الحنينه، هو بيفرح انه قدر يضغط على زرار الذنب اللي جواك ويشغله لمصلحته. فكر فيها بجد: اللي بيحاول يحملك مسؤوليه اوجاعه وفشله في الحياه عشان يسكتك عن حقك ده مش بيحبك ولا محتاجك، ده بيستخدمك كاداه لاشباع نقصه. ولما انت تفهم ان دي لعبه مش مشاعر حقيقيه هتعرف ترد القلم لاصحابه بهدوء. وعلشان كده تعالى اعلمك السلاح اللي هيكسر اللعبه دي للابد، اللي هيخلي اي مؤذي او متلاعب يفكر 1000 مره قبل ما يقرب منك: الحدود الحديديه. المبدأ بسيط بس مفعوله زي السحر. كلمه لا هي جمله كامله. لا مش محتاجه ديباجه، مش محتاجه تبرير، مش محتاجه نبره اعتذار كانك عامل جريمه. لا لوحدها كفايه. واللي هيحترمك هيحترم حدودك من غير ما يسأل لا ليه. والمهارة اللي هتنقذك بجد هي الانفصال الشعوري. يعني ايه؟ يعني اقدر اشوف وجعك وافهم ظروفك وممكن كمان اشفق عليك، بس من غير ما اسمح لسمومك انها تخترق جلدي. انا فاهم انك تعبان، بس تعبك ده مش تصريح مرور علشان تدوس بيه على كرامتي. وجعك يخصك وكرامتي تخصني. احفظ قاعدة الاستحقاق دي: انت تستحق معاملة آدمية. نقطة من أول السطر. مفيش أصله، مفيش يمكن أنا اللي حساس. المعاملة الآدمية دي حق مكتسب من يوم ولادتك، مش منحة حد بيديها لك وقت ما يكون رايق. لما تبني الحدود دي صح المتلاعبين اللي حواليك هيحسوا إن اللعبة باظت، هيعرفوا إنك ما بقتش ملعب سهل يفرغوا فيه العقد بتاعتهم. كل محاولة ابتزاز وكل كلمة مسمومة هتتحطم قدام الدرع الحديدي اللي انت عملته ده. وعلشان تتأكد إنك ما بقتش تظلم نفسك باسم الطيبة، تعالى مع بعض هعمل لك اختبار بسيط، تمرين غربلة الأعذار، علشان نكتشف الحقيقة اللي انت مخبيها عن نفسك. عايزك تركز معايا في التمرين ده كويس جدا، كأن حياتك متوقفة عليه، لأنها فعلا متوقفة عليك. هات ورقة وقلم وافتح النوت بتاعت الموبايل بتاعتك واكتب 5 مواقف اتهنت فيهم، مواقف حقيقية حد أذاك فيها، وجعك بجد يعني. وجنب كل موقف اكتب العذر اللي انت اخترعته وقتها علشان تبرر للشخص ده اللي هو عمله. دلوقتي بقى اسأل نفسك السؤال اللي هيفجر الوهم ده كله: لو حد عمل التصرف ده في ابنك أو بنتك أو أكتر إنسان غالي على قلبك، هل كنت هتقبل العذر اللي انت كتبته ده؟ النتيجة غالبا هتكون فضيحة قدام نفسك. لو لقيت انك مستحيل تقبل العذر ده لغيرك بس قبلته على كرامتك انت، يبقى انت رسميا بتخون نفسك. انت اللي مدي الناس اللي حواليك الضوء الاخضر وموزع عليهم تصاريح علشان يدوسوا على كرامتك، وهم مطمنين لانك هتبرر لهم الفعل ده في الاخر. التمرين ده وظيفته انه يقرصك من عقلك علشان يبطل ينام في عسل المبررات ويبدا يشوف الحقيقه قدامه زي ما هي، مش زي ما خوفك عايز يجملها. وعلشان تبطل تتلعثم وانت بتاخد موقف، في الفقره الجايه هديك الكتالوج، الردود الجاهزه يعني اللي تقفل بيها باب التلاعب قبل ما تتهز شعره منك. المواجهه يا صديقي مش محتاجه صوت عالي ولا محتاجه دموع ولا محتاج انك تخش خناقه تستهلك طاقتك. المواجهه محتاجه ردود بارده تلج. الردود بتقفل باب التلاعب قبل ما الشخص يفكر انه يفتحه. لما يبدا يرمي حموله وجعه عليك قول له انا مقدر انك تعبان، بس ده مش مقبول انه يترجم لاهانه ليا. لما يحاول يبرر قله اصله بظروفه قول له ظروفك تخصك، بس برضه هي مش مبرر للتجاوز في حقي. لما يحاول يشخصن الموضوع ويقول لك انت بقيت قاسي او اتغيرت او الكلام ده، تقول له انا مش ضدك كشخص او انا مش بكرهك كشخص، انا ضد الفعل اللي حصل. الهدف هنا مش انك تعمل نمره او مشهد درامي، الهدف انك كانك بالظبط بتحط سلك شائك حوالين كرامتك. انت بتوصل رساله واضحه من غير ما تعلي صوتك: انا مش ملعب للحاجات اللي انت بتحب تعملها العاطفيه دي. المواجهه الحقيقيه يا بطل مش في قوه الكلمات، المواجهه الحقيقيه في ثبات نظره عينك وانت بتقول الكلمات دي. انت مش بتطلب اذن عشان تحمي نفسك، انت بتعلن حاله استحقاق. وعلشان تقفل الدايره دي صح لازم تفهم المبدا اللي لو فهمته عمرك ما هتقبل على نفسك الهوان تاني ابدا: قانون الرحمه الحقيقي. لان المفهوم ده شوهوه في دماغنا. الرحمه من غير حدود ولا حب ولا دين ولا اخلاق، ده انتحار ذاتي. انت لما بتفتح حدودك على البحري مش بتبقى طيب، بتبقى مستباح، بتدي فرصه لاي حد يجرب فيك اسوأ ما عنده وانت ساكت وراضي ومسمي نفسك قديس. الرحمه الحقيقيه يا صديقي مش انك تسمح للناس انها تلعب بيك وتخلي اللي يسوى واللي ما يسواش يكسرك باسم الانسانيه. الرحمه ليها وجهين: رحمه باللي قدامك انك تمنعه انه يغلط فيك ويشيل ذنب اذيتك، ورحمه بنفسك انك تحمي روحك
قبل ما تفكر تحمي أي حد تاني على الكوكب. الكرم الحقيقي مش في التنازل عن الكرامة، الكرم الحقيقي هو الحماية الواعية. يعني انت مش مطالب تكون ضحية علشان تثبت انك انسان، انت مطالب تكون انسان قوي بيعرف يفرق بين الفقير اللي محتاج لعطفك وبين المتلاعب اللي محتاج قوتك علشان يوقفه عند حده. افتكر دايما الرحمة بغير أهلها هي أكبر ظلم لنفسك. العالم مش محتاج ضحايا جدد يتبرعوا بكرامتهم باسم الطيبة، العالم محتاج ناس قلبها رحيم فعلا بس عندها درع من حديد. الرحمة مش إنك تكون لقمة طرية، الرحمة إنك تكون قوي بشكل تقدر تحمي نفسك من الاستنزاف، وتعرف تفرق بين اللي بيحبك بجد وبين اللي بيستغل نورك عشان يداري سواده. سؤالي ليك النهارده بقى، مين الشخص اللي لسه بتديله اعذار وهو ما بيدكش غير وجع؟ الاجابه على السؤال ده بصدق هي شهاده ميلادك الجديده. انا مش عايزك تكون طيب، انا عايزك تكون حقاني لانك تستحق معامله ادميه. نقطه ومن اول السطر. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.